من الأشياء المهمة جدا الاهتمام بوضوح الخط، ونحن اليوم بالذات نؤكد على هذا الأمر، لأنه حقيقة العناية بالكتابة وبالخط العربي اليوم ما عادت مثل زمان. حتى في مقررات الدراسية كان عندنا مقرر الخط العربي، وكنا نكتب كثير، ومادة التعبير والإنشاء. اليوم العناية بالكتابة قلت كثيرا، ولذلك خطوط الطلاب اليوم تختلف عن الخطوط القديمة اللي كنا يعني نعهدها في المدارس. فعناية طالب العلم بالخط، والخط بعض الناس يقول يا أخي أنا أستطيع أن أقرأ هذا الكلام، ما دمت أنا أقرأ الشيء اللي كتبته فأنا الحمد لله يعني ما يهمني أي شيء آخر. وهذا مو صحيح، لأنك لا تنظر إلى اليوم، انظر إلى هذه الكتابة والطلاسم التي كتبتها بعد 20 سنة 15 سنة. العلم صنعة العمر، صح؟ فبعض الناس يكتب كلام هو نفسه لا يستطيع أن يقرأه بعد مدة. فالإنسان يتعمد الإغماض حتى إذا كان اختبار أو شيء، حتى الدكتور يقول ما شاء الله كتب كثيرا. إيه صحيح، ما نعرف أقرأ هذا إذا كان الأستاذ يعني يصحح بالحجم وبالشبر. ففي إشكال حقيقة في موضوع تجويد الخط، فالطالب يحسن خطه ويتعود أنه يكتب كتابة واضحة وسريعة في نفس الوقت. إذا كان يكتب على كتاب، فقبل من المهارات في الكتابة أنه قبل ما يكتب التعليق يقدر هذا التعليق قصير طويل كم سطر يحتاج. فالتعليقات الكبيرة تكتب في أعلى الصفحة وفي أسفل الصفحة، والتعليقات القصيرة بكلمتين 3 4 تكتب في الهوامش. فبعض الطلاب أول ما يسمع الفائدة يسجلها في أي مكان، وينتهي البياض اللي في الصفحة فيكتب سهم الصفحة اللي وراها ويبدأ يكتب، وتلاقي كل كتبه عبارة عن خرائط تحتاج أنك تقعد تتبع الأسهم. فهذا أيضا من ما يخالف الطريقة الصحيحة.